السلام عليكم، بسم الله بديت وعلى النبي صليت. اليوم جبت لكم طريقة مختلفة في عمل الشوربة أو الشعرية كما يقولوا المصريين. طريقة جميلة جدا وهي عبارة عن تحلية. تابعوا معايا للأخير حتكتشفوها. صباح الورد صباح. سمحوا لي على المقطع الأول تاع المقادير راحوا لي، لكن غادي نعاود لكم المقادير. عندنا الأولى كاس تاع شعرية، يعني شوربة كما راكم تشوفوا. عندنا أيضا كاس تاع سكر، كاس تاع شوربة كما قلت لكم، كاس تاع ماء، نص ريتلة من الحليب، ملعقتين من الزيت، وأيضا ملعقة من حليب البودرة، وأيضا ملعقة كبيرة من كريم الشانتي، وأيضا زوج تاع ساشيات تاع لافاني. راكم تشوفوا خديت إناء وضعت فيه الشعرية تاعنا، وضعت فيه يعني الشوربة كما راكم تشوفوا راني نقلي فيها بهذه الطريقة. لاحظوا معايا، نخليها حتى تاخد اللون الاصفر كما راكم تشوفوا. انا الصراحه نبغي نعملها بهذه الطريقه، وكاين طريقه اخرى. كاين هي من الاحسن تعملي فيها الزبده. انا صراحه ما كاش عندي الزبده لاني ما خرجتش تسوقت، لكن ان شاء الله نعاود نعملها لكم بطريقه اخرى في الاسابيع القادمه. كاين اللي بغى يعملها بهذه الطريقه، يعني يعملها بالزيت كما راكم تشوفوا. راني نحرك فيها، نحوس نخليها تاخد اللون الاصفر، اللون الذهبي. تابعوا معايا. لازم تحركيها على كل الجوانب تاخد هذا اللون كما راكم تشوفوا فيه، ما تخلوهاش تنحرك. راكم تشوفوا كيفاه راهي تتقلى قدامكم. الان واش راح نزيد داك الكاس تاع الماء، ونخليها حتى تطيب فيه كما راكم تشوفوا. نخليها داك الكاس تاع الماء حتى يشرب كاع. راكم تشوفوا اللون تاعها كيفاه راه اصفر. نخلي داك الماء يطبخ فيها ونحرك باش ما تلصقليش. الان واش راح ندير؟ راح نزيد داك الكاس تاع السكر، نزيده على نصف ريتل من الحليب، ونزيد زوج تاع ساشيات تاع فاني كما راكم تشوفوا بالطريقه كما راه موضوع في الصوره. ونزيد ايضا ملعقه تاع البودره تاع الحليب، وملعقه تاع كريم شانتي، ونخلط الكل مع بعض. نحركهم مليح حتى يتجانسوا كما راكم تشوفوا. راني نقوم بالتحريك جيدا. تحركوا من تحت حتى الفوق باش يتحرك مليح داك الخليط، وما يقعدش الحليب ديره ياخد واحد التكركيبات تاع الحليب بودرة. راكم تشوفوا من هذه الطريقة. الان بعد ما شربت داك الكاس تاع الماء اللي ضعته على الشعريه تاعنا، راك تشوفوا كاع شرب. واش راح نزيد عليه داك الخليط تاع الحليب اللي درته قدامكم، ونخلط الكل مع بعض. نخليها يعني تطبخ لمدة 10 دقائق أو 15 ثانية، يعني قد ما تطلع داك البخار تاعها يطلع 15 دقيقة عفوا، أو 10 دقائق. كما راكم تشوفوا راني نحرك من التحت إلى الفوق. يعني كي تشوفوها تطبخ زوج طبخات 3 كما نقولوا حنا باللهجة تاعنا الجزائرية. نحيها. واش راح ندير؟ راكم تشوفوا الكيسان راهم قدامي. حنفرغ داك الخليط تاعنا تاع الشعريه، حنخلطو نحطو عفوا في الكيسان كما راكم تشوفوا.
هذه صراحة وجبة جيدة للشتاء، للأطفال، اللي احنا حتى كذلك للكبار. صراحة تدفي مليح في المشتى، وأنا صراحة كنعزها بزاف. وبلا ما نطول عليكم، نخليكم تتفرجوا معايا هذا الفيديو، شوفوا كيف راني ندير. كاين اللي يبغي يزيد لها من الفوق المكسرات، كاين اللي يبغي يخليها بهذه الطريقة، كاين كل واحد كيفاه يعملها. الصراحة الشعرية لها أنواع وأنواع كثيرة. صراحة خرجت هايلة، وخرجت بواحد النكهة جميلة. يا ريت كنتوا حدايا وذقتوها. كاين اللي يبغي يخليها بهاد الطريقة كما قلت، وكاين اللي يبغي يزيد فيها إضافات من الفوق. انا واش راح نزيد نضيف عليها، حنضيف عليها القليل من جوز الهند، كان عندي ضفته ليها. كاين اللي يبغي يزيد لها سكر كلاصي، كاين كل واحد كيفاه يبغي يزيد لها حاجة، شيكولا بيضاء ولا هذا نوع من التحلية، أو من كل واحد كيفاه يبغي يقدم الشكل النهائي تاعها. نتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش باللايك واشتراك في قناتي، وأيضا قناة حبايبي اللي راني عاملة معاهم هذا التحدي. إن شاء الله يعجبكم، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله. نخدي لكم هاد الملعقة بالصحة والهناء.